أعلن اليوم البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر قائمة المنتخب الوطني لوديتي رواندا والسويد بالشهر الجاري في إطار التحضيرات لاستئناف تصفية كأس العالم وضمه ل29 لاعبا محترفين ومحليين. وبالطبع مع كل اختيارات للتقني البوسني تظهر بعض الاختلافات والانتقادات بعدم اختيار لاعب بعينه أو غيره كان يستحق التواجد بقائمة محاربي الصحراء، خاصة وأن هذا التربص هو ما قبل الأخير قبل ضبط القائمة النهائية المشاركة بكأس إفريقيا بالمغرب نهاية العام الحالي. وكان معظم المتابعين يتوقعون منح الفرصة لعدة لاعبين شباب تألقوا بشكل لافت خلال الفترة الماضية، ومنهم بوعناني وبولبينا وتطراوي وقادري، ولكن بيتكوفيتش كان له رأي آخر. وسنستعرض في هذا الفيديو أبرز 4 لاعبين ظلموا في اختيارات بيتكوفيتش وكانوا يستحقون على الأقل مقعدا بهذا المعسكر قبل الاختيارات النهائية لقائمة الكان. عادل بولبينا خطف الأضواء ولفت الانتباه في كل مكان ما عدا لفت انتباه بيتكوفيتش الذي لم يستدعيه لتربص شهر جوان. عادل بولبينا يصنع الحدث محليا ودوليا من خلال العروض الكثيرة التي وصلته بعد توهجه الكبير مع نادي بارادو خلال الموسم الجاري في الدوري الجزائري، حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين ويصنف في خانة أفضل لاعب للموسم، رغم أنه ينشط في نادي لا يملك قاعدة جماهيرية ولا يتنافس على الألقاب في الجزائر. عادل بولبينا 22 عاما يعد نجم الدوري الجزائري الأول لهذا الموسم بدليل تصدره لجدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 18 هدفا سجلها خلال 24 مباراة، بالإضافة إلى تقديمه ل6 تمريرات حاسمة ما يبرز فعاليته التهديفية الكبيرة، بالإضافة إلى بروزه بمهاراته الكروية العالية وتميزه في الكرات الثابتة ما جعل منه مصدر الاستقطاب الأول في الدوري الجزائري. اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الصريح، وفي أحيان أخرى حتى في صناعة اللعب، تلقى تكوينه في أكاديمية نادي بارادو والمعروفة بتكوينها للعديد من اللاعبين المميزين على غرار بن سبعيني وبوداوي وعطال وآدم زرقان وغيرهم. ويلعب بولبينا مع الفريق الأول لنادي بارادو منذ أن كان بسن 18 عاما، حيث خاض أول مباراة له في الدوري الجزائري صيف عام 2021، ومنذ ذلك التاريخ شارك في 104 مباريات مع بارادو، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة. وسار اللاعب الواعد وفق منحى تصاعدي جعله محور اهتمام أوروبي كبير. كل هذا لم يكفيه لحجز مكان ضمن قائمة مدرب المنتخب الأول بيتكوفيتش، الذي اكتفى بالرد في الندوة الصحفية حول عدم استدعائه قائلا: بولبينا بإمكانه الالتحاق بالمنتخب الوطني مستقبلا، وعليه أن يواصل العمل وتقديم أفضل المستويات مع المنتخب المحلي أيضا. ما رأيكم في عادل بولبينا؟ هل يستحق استدعاء للمنتخب الوطني في معسكر شهر جوان أم لا؟ شاركونا في التعليقات. الموهبة الصاعدة بدر الدين بوعناني هو ثاني لاعب متألق يواصل بيتكوفيتش تهميشه، وبرر مدرب الخضر عدم استدعائه بالرد في الندوة الصحفية قائلا: بوعناني تواجد في القائمة الموسعة ولكن المنافسة شرسة في منصبه، من تم استدعائهم يمتلكون مؤهلات أحسن من الغائبين. فما رأيكم في هذا التصريح؟ رغم أن الجميع يعلم أن بوعناني عاد بقوة في الأمتار الأخيرة من الليغ 1، خاصة في مباريات حاسمة أمام أندية كبيرة على غرار باريس سان جيرمان ومارسيليا وريمس وران. وكان أداء بوعناني أمام البي اس جي تحديدا نقطة التحول في مسيرته مع الفريق، حيث قدم تمريرتين حاسمتين وأقنع مدربه بمؤهلاته الفنية، ما منحه مكانا ثابتا في التشكيلة الأساسية، وساهم في إنهاء نيس الموسم في المركز الرابع، وبالتالي اقتناص بطاقة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. وخاض بوعناني 34 مباراة ضمن مختلف المسابقات في الموسم الحالي، أسهم خلالها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ولم يشارك بوعناني في أي مباراة مع منتخب الجزائر خلال الموسم الحالي، حيث يعود آخر ظهور له لعام 2023 تاريخ المواجهة الودية أمام الرأس الأخضر. لاعب ثالث مهمش في قائمة بيتكوفيتش وهو ياسين تطراوي، الذي بات أكثر اللاعبين طلبا في الدوري البلجيكي بعد المستويات الكبيرة التي قدمها خلال الموسم الجاري مع نادي شارلوروا، ليتصدر بذلك اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية ومن دوريات مختلفة في بلجيكا وهولندا وفرنسا وحتى إنجلترا. وكان تطراوي قد انضم إلى النادي البلجيكي خلال الميركاتو الصيف الماضي بعقد يمتد ل3 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام إضافي قادما من نادي بارادو الجزائري. وشهدت بداية لاعب خط الوسط المدافع صعوبات كبيرة في الدوري البلجيكي قبل أن يعود للعب أساسيا في المباريات الأخيرة.
تطراوي كان من المواهب المعروفة في الدوري الجزائري للمحترفين، حيث توهج بشكل لافت مع نادي بارادو المعروف بأكاديميته الشهيرة، وقدم لأول مرة للجماهير الجزائرية بالسن 18 عاما خلال مشاركته في بطولة كأس العرب مع الخضر تحت إشراف مجيد بوقرة، حيث توج باللقب جنبا إلى جنب مع يوسف بليلي ونجوم آخرين معروفين. وعرفت القيمة السوقية لتطراوي ارتفاعا كبيرا في فترة وجيزة وفق أرقام منصة ترانسفير ماركت العالمية، فبعد أن كانت بحدود مليون يورو شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى حدود 3.5 ملايين يورو خلال شهر مارس الماضي. لاعب آخر لم ينل فرصته للعب في المنتخب الجزائري ولا دقيقة تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش، وهو عبد القهار قادري متوسط ميدان نادي كورتري البلجيكي والثالث أفضل اللاعبين في البطولة البلجيكية خلال الموسم المنقضي. ونشر موقع صحيفة كرانت فان واست فلانديران البلجيكي المتخصص في تقييم أداء ومردود اللاعبين ترتيب أعلى اللاعبين تقييما في البطولة هذا الموسم، حيث حل قادري في المركز الثالث. وعلق ذات الموقع على مردود قادري بالقول: في بداية الموسم لم يقدم اللاعب الجزائري الأداء المأمول منه، لكنه سرعان ما أظهر بعد ذلك مهارات رائعة في بناء الهجمات والتسديد، ما جعله يستحق علامة 8 من 10. كما تصدر قادري قائمة أكثر المسجلين من خارج منطقة العمليات، ليكون اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك هذا الموسم على صعيد الدوري البلجيكي. ويعتبر قادري بين أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف رفقة ناديه البلجيكي ب15 مساهمة هدفية، كما أنه يتصدر قائمة أفضل الممررين الحاسمين في كورتري. جدير بالذكر أن عبد القهار قادري قد خاض 31 مواجهة مع كورتري في جميع المسابقات بمجموع 2366 دقيقة لعب، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة. وإضافة للاعبين المذكورين سابقا قادري، تطراوي، بوعناني وبولبينا، قد يرى البعض أن مهدي دورفال نجم باري الإيطالي لم يأخذ حقه في اللعب للمنتخب الوطني الأول، وهو الذي خطف الأنظار خلال النسخة الأخيرة من دوري المظالم في إيطاليا بمساهمته في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل. ويتواجد مهدي دورفال على رادار عدة فرق إيطالية تتطلع للتعاقد معه في ميركاتو الصيف، من بينها بطل السيري آ نابولي. هناك أيضا المحترف بنادي الفتح السعودي سفيان بن دبكة، الذي قدم موسما رائعا في دوري روشن، وقد يستحق هو الآخر دعوة من المدرب بيتكوفيتش لتجريبه في المباراتين الوديتين القادمتين، خاصة مع غياب قندوسي المصاب وزرقان المستبعد. دون أن ننسى اللاعب الكبير ياسين إبراهيمي، الذي يقدم أداء رائعا مع ناديه الغراف القطري وقاده للتتويج بكأس أمير قطر هذا الموسم. والآن مشاهدينا، ما رأيكم؟ هل يستحق كل من بولبينا وقادري وتطراوي وبوعناني دعوة للمشاركة مع المنتخب الوطني في تربص شهر جوان ومباراتين رواندا والسويد؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك ولايك للفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.